بقينا اخر الشهر وداخلين على مدارس وضاربين تفليسه. هعمل النهارده غدوه كده سريعه وسعرها يعني على قد الايد شويه. جبت رز، حطيت عليه عدس اصفر، وبعد كده حطيت سمنه كده في الحله، قدحتها كويس جدا. غسلت الرز والعدس مع بعضه. بعد كده نزلت عليهم على السمنه اللي انا قدحاها بالرز والعدس. هقلب حلو، هحط عليها ميه وهسيبه بقى يستوي. وتعالوا نحضر احلى طبق سلطه. السلطه ما تحلاش بجد لو البصل الاخضر. مين بيحبها بالبصل الاخضر زيي والخيار؟ الاتنين دول بجد لو مش في السلطه ما احبش ان انا اكلها قوي. او عامه لو مفيش بصل اخضر بحط بصل عادي. جوزي هنا لما اجى زود الخضره دي معاه وحط عليها قطعها وحطها على السلطه. تمام. حطينا خل على السلطه وحطينا ليمون، ودي دقه هو عاملها عباره عن ملح وفلفل وكمون، حطها برضو عليها. وبكده بقى معانا غدوة سريعة وسهلة وعلى قد الايد شوية. اكتبوا لي بقى التريكات بتاعتكم في الرز والعدس، واهم حاجة ما تنسوش لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي في الكومنتات، وتابعوني منوعات سارة جمال. باي باي.